وأيضا ينضم إلينا في هذه الأثناء من قطر مراسلنا بديع بن جمعة ليضعنا في أجواء هذا اليوم قبيل انطلاق مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. تفضل بديع. تحية لكما مشعل وريا، لضيفكما الكريمين، وأيضا لكل من يتابع دبي الأولى ودبي الرياضية. نحن كالعادة متواجدون في سوق واقف. هذه المرة الأجواء تبدو مختلفة بالرغم من الوقت المبكر نسبيا، هنا الساعة 11:25 لكن يمكن القول أنه سوق واقف مدجج بالجماهير المختلفة. المنتخبات الأربع، هناك جماهير أرجنتينية فرنسية بالرغم أن مباراة الفاينل ستكون يوم غد، وأيضا الجماهير المغربية والكرواتية حاضرة قبيل ساعات من انطلاق المواجهة في استاد خليفة الدولي من أجل الميدالية البرونزية والصعود على البوديوم على منصة تتويج هذه النسخة من كأس العالم 2022. الأجواء ممتعة صراحة، الكل يحتفل بآخر أيام المونديال. تبقى تقريبا 36 ساعة قبل نهاية البطولة وقبل أن نتعرف على بطل هذه النسخة. هل سيكون ميسي بطلا للعالم للمرة الأولى في تاريخه، أم سيكون ديدي ديشان والكتيبة الفرنسية بطلة للعالم للمرة الثانية تواليا والمرة الثالثة في تاريخها؟ الكل يحتفل كما قلت، الكل بانتظار انطلاق مواجهة اليوم، خاصة الجماهير العربية تمني النفس بإكمال المسيرة المغربية بالطريقة المثلى، وذلك بإحراز المركز الثالث الذي بلا شك سيكون سابقة تاريخية وبداية جديدة نتمناها للعرب في المونديال مستقبلا. بصراحة بديع، ما زال حماس الجماهير المغربية مستمر عندك في الدوحة لمؤازرة المنتخب في مواجهة اليوم؟ فعلا مشعل، هناك فخر تلمسه لدى الكل هنا من الجماهير المغربية وحتى العربية، يعني رغم الخروج أمام المنتخب الفرنسي الكل راضي على أداء كتيبة وليد الركراكي. الكل يعني واعي بما تحقق في هذه البطولة، سواء كان ذلك تنظيميا أو حتى كرويا. كما ذكرنا، المغرب يفتح الباب الآن على مصراعيه، ليس فقط للعرب وإنما لكل من يعني لا نتوقع أن يتألق في المونديال. قارة آسيا، إفريقيا بإمكانها أن تحلم أيضا بإحراز هذا اللقب يوما. هذه البطولة التي بقيت حكرا على قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية بإمكانها أن تغادر هاتين القارتين مستقبلا، ربما بداية من 2026 لتحل في أحد القارات الأخرى، خاصة إفريقيا وآسيا، مع تألق منتخبات مثل المغرب، مثل السنغال، مثل اليابان، كوريا الجنوبية والسعودية لما لا، وهي التي بدأت البطولة بفوز أمام الأرجنتين. وهنا نذكر بسيناريو 2010 عندما حققت إسبانيا البطولة بعد خسارة أولى في البطولة أمام سويسرا. قد تفعلها الأرجنتين هذه المرة بعد خسارة أمام السعودية في مفتتح مبارياتها، قد تتوج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخها أيضا. نعم، شكرا لك مراسلنا في قطر بديع بن جمعة. سيكون لنا عودة معك للوقوف والاطلاع على الأجواء الجماهيرية هناك، إن كان خارج الملاعب أو في الأماكن العامة.